أنا جاي النهارده عشان أحطم لك شوية ثوابت عن جراحة التجميل. في ناس فاكرة إن الخياطة التجميلية هي الخياطة السحرية اللي مش باينة تحت الجلد، أحب أفاجئك إن دي مش هي الخياطة التجميلية، ده نوع من أنواع الغرز، نوع من أنواع الخياطة الجراحية في العموم. الخياطة التجميلية شرط من شروطها إن هي تكون ليها تصميم منفصل متفصل على الحالة اللي قدامي عشان تخفي الجرح قدر المستطاع، وان احنا نحاول نعمل ريديزاين للجرح عشان يكون متماشي مع الخطوط الطبيعيه اللي موجوده في جسمنا، عشان لما نشوف الجرح يكون اقل ظاهريه. لكن احنا نستخدم غرز تحت الجلد مش هي دي الخياطه التجميليه. امال دي بيقول عليها خياطه ليزر، خياطه سحريه. احب اقول لك كلها مسميات تجاريه، الهدف منها انها بتكون مريحه معانا في اماكن ممكن نستخدمها، ففعلا بتكون شكلها مريح للمريض والطبيب. ولكن الجرح اللي شكله مش عاجبك دلوقتي، زي لما بيتاخد غرز كده زي المرتبه في بعض الاوقات، بس لما يتاخد صح ويتشال الغرز في ميعادها الصح، ساعتها بيكون نتيجتها احلى بكتير من الغرز المخفيه. الغرز لما تتاخد بطريقه تحافظ على قوام الجرح بتاعنا هو الفيصل اللي بيحافظ على ان الجرح يدينا افضل نتيجه. لان مفيش جرح ما بيبانش، لكن لما بيتعمل له ديزاين وتصميم كويس هو ده اللي بيخليه يكون اقل ظاهريه عن اي جرح تاني. فما يهمش الغرزه من فوق ولا الغرزه من تحت، المهم ان الطبقات اتصلحت صح، الجرح متماشي مع خطوط الوش، هو ده اللي هيخلي الجرح بتاعنا كويس وتجميلي بجد. لكن الليزر لسه لحد دلوقتي 25 ما بيخيطش. الغرز اللي تحت الجلد مش هي الغرز التجميليه، هي غرز مريحه للنفس، لكن مش معنى كده ان هي دي الغرز التجميليه.